السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الرقاق، هنعمله بطريقة سهلة جدا، وكمان النهارده مش هنعمله في الفرن، هنعمله على البوتاجاز علشان نسهل لبعضنا. مقاديره عبارة عن ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين بسيط جدا وسهل. الشوربة لحمة نكون سالقينها، يا ريت اللحمة تكون حلوة ودسمة زي ما انتم شايفين، لازم تكون الشوربة سخنة. العصاج، شايفين العصاج ده جميل ازاي؟ هحط لكم بقى اللينك بتاعه لو حابين تعملوه بنفس الطريقة. سمنة حاطين لها برده جزء كده من الزيت، نسبه من الزيت بسيطه. الرقاق بقى الناشف بتاعنا بنشتريه من اي حته، بنعمله في البيت، عملته لكم برده قبل كده الرقاق. لو حابين تعملوا بقى ده الجاهز اللي بنجيبه هنعمله. هنبطن الصينيه بقى كده بالسمنه. احنا طبعا هنشغله على البوتاجاز من فوق، فعايزين نبطنها حلو. برده عملنا مع بعض قبل كده الفطير، وعملته لكم برده على البوتاجاز من فوق، كان سهل جدا وحلو قوي. ان شاء الله برده يا ريت تجربوه، هتلاقوه حلو جدا وسهل، ونتيجته بتطلع حلوه ان شاء الله عن ما بنعمله كمان في الفرن. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط على طول زي ما انتم شايفين الشوربه سخنه، فالرقاق مش هيستحمل. هحطه كده حاول بسيط كده خلاص. طالما الشوربه سخنه نحط بقى في الصينيه اللي بعدها. انا هحط كمان واحده وبعدين هدهن بقى الطبقه دي من السمنه، لان انا هعتبره رق واحد، لان الصينيه زي ما انتم شايفين مش قد الحجم بتاع الرقاق نفسه. هنعمل ايه؟ نحاول بقى كده زي ما انتم شايفين الرقايه مش قد حجم الصينيه، هكسرها بسيط كده واحاول اجمع. ما تقلقوش خالص، هتطلع ان شاء الله مظبوطه، لان كل ده هيطرى. وهنجيب بقى الفرشه كده وهنحاول ندهنها. طبعا زي ما احنا عارفين الرقاق والفطير البقلاوه كل الحاجات دي بتحتاج كميه من السمنه حلو، واحنا بناكلش الحاجات دي كل يوم، فمفيش خوف منها لو اكلناها مرة. هنعمل تاني. احنا حطينا كده يعتبر طبقه واحده. طبعا كل واحد بقى بيحب الرقاق حسب السمك بتاعه، في ناس بتحبه رقيق، في ناس بتحبه معقول. يعني هنقول ايه، مثلا 6 فوق 6 تحت. حابين نعمل العصاجة على مراحل، هنحط بين كل 3 طبقات مثلا. انا هعمله في النص بتاع الصينيه. خلاص، ادي الطبقه التانية. كل ما بنحطها بتبدا تطرى. ليه؟ كمان الرقاق الناشف ده بيبقى هش جدا، فاول ما بنحطه في الشوربه طالما سخنه تبدا زي ما انتم شايفين على طول تطرى. الطبقه بقى دي اللي بعدها، وهنبدا نحط على طول العصاج. الطبقه دي ممكن نحط بقى، هحط كمان واحده عشان اكملها. هنكسر برده كده ونظبط الحجم بتاع الصينيه. خلاص، رشه بسيطه كده من السمنه، رشه بسيطه اهي، عشان احنا هنحط هنا العصاج. هنحط بقى كده العصاج في النص زي ما اتفقنا. لو انتوا حابين تحطوا بين كل طبقتين جزء من العصاج هتحطوا برده، لكن لو احنا حابين نعمله كده هيبقى حلو برده. هنكمل بقى خلاص الجزء التاني زي ما احنا كنا شغالين بنفس الطريقه. هنحط طبقات الرقاق. خلاص كده خلصناها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هضغط بس عليها كده بسيط زي ما انتوا شايفين، طريت خالص، مش محتاجه بقى نحط لها تاني لا شوربه ولا لبن ولا اي حاجه. هدهنها بس كده، وبعدين على طول هنحطها على البوتاجاز. نحاول برضو نخلي كده الاطراف فيها عشان ما تلزقش واحنا بنقلبها. نرفعها بقى على النار على طول. هنحطها على البوتاجاز كده، وهنقعد بقى ايه نحركها تحريك بسيط لغايه ما نحس ان هي بدات. هنعملها كده هنحس ان هي بدات تطلع من الصينيه. اول ما نشوف كده يعني هنلاقيها طلعت معانا من الصينيه سهله بسيطه. هنبدا بقى صينيه قدها او اكبر منها حاجه بسيطه. طبعا احنا هنتحكم في الصينيه اللي احنا بنشتغل فيها، وهنروح قلبينها فيها. انا هفضل معاها بقى كده تحريك بسيط لغايه ما تبدا تفك معانا، علشان لو سيبناها بس ممكن تتحمر من ناحيه، والناحيه التانيه تفضل زي ما هي. بقى بسيط كده لغايه ما تبدا احس ان هي فصلت من الصينيه. الطريقه دي على فكره بتخلي الرقاق لما بنيجي نعمله بيبقى طعمه حلو جدا، كاننا بالظبط بناكل الفطير المشلتت، طري هش، بيبقى متماسك. في ناس كتير بتعمل الرقاق بتحس ان هو مفرول معاها، لا، ده هيبقى متماسك ان شاء الله.
بس ارجو ان احنا نعمل بالراحه كده علشان ما تتحرقش مننا او نتلسع او اي حاجه. خلاص زي ما انتم شايفين بقى هوريكم قد ايه هي لما بنيجي نحركها طلعت خلاص من الصينيه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هدهن بس الوش اللي هنقلبه ده دهنه بسيطه. زي ما انتم شايفين طري جدا. اللي بيشتكي بقى ان الرقاق لما بنيجي نسويه بيبقى ناشف، لا هو طري جدا من جوه، فبالطريقه دي هيبقى كريسبي من بره ومن جوه هيبقى طري. بس دهنه بسيطه خالص وهنقلبها. نجيب بقى الصينيه اللي هنقلب عليها زي ما اتفقنا، هتبقى الصينيه اكبر من الصينيه اللي احنا بنخبز فيها او قدها بالظبط. زي ما انتم شايفين اهو قلبناها، احمرت معانا خالص اهي، مفيش اي حاجه فيها، جميله زي ما انتم شايفين. حلو. هنعمل ايه؟ هديها بس كده تلميعه بسيطه بالفرشه اهو. الوش بقى اللي احنا قلبناه هنحط برده حاجه بسيطه كده، هياخد التشميعه بتاعته، وبعدين على طول هنقفل النار عليه. هنحطها بقى طبعا على البوتاجاز تاني، هنعلي النار عليها بسيط، وبعدين هنعمل نفس اللي عملناه في الاول، هنحرك شمال ويمين لغايه ما تبدا الوش اللي تحت يستوي. هسيبها بقى. بصوا طريه قد ايه من جوه، زي ما انتم شايفين، قد ما هي كريسبي وحلوه من بره قد ما هي طريه جدا من جوه. طبعا هوريها لكم ان شاء الله برده اول ما نخلصها. ايه رايكم بقى؟ زي ما انتم شايفين اهي حلوه جدا، طريه جدا كمان، وزي ما انتم شايفين برده كريسبي كمان. هقطعها لكم كمان علشان تشوفوها من جوه قد ايه هي طريه. والله كاننا عاملين فطير مشلتت بالظبط اهي. كل واحد بقى طبعا بيقطع حسب التقطيعه بتاعته. في ناس كتير بقى بتشتكي بتقول بنعمل الرقاق وبيطلع ناشف، نعمل فيه ايه؟ اهو الطريقه دي حلوه وسهله وبسيطه، بس اهم حاجه نخلي بالنا ما يبقاش في اطفال برضو جنب البوتاجاز. وعلى طول ايدينا باستمرار، يعني على طول في التحريك بتاعها علشان ما تتحرقش من ناحيه والناحيه التانيه تطلع فاتحه. بصوا لونها كل واحد ازاي، علشان انا بدات احرك فيها على طول، ايدي فيها ما سبتهاش. هي الحاجات دي بس معلش بتبقى عايزه صبر شويه. طبعا لو عايزين ناكل حاجه مظبوطه نصبر عليها. طلع برضو واحده كده ونشوف قد ايه هي طريه كده من جوه، قد ايه هشه كمان. بصوا بقى زي ما انتم شايفين، هوريها لكم كمان من جوه، حلوه قوي، طريه حلوه ما نشفتش زي ما احنا شايفين كده. في الفرن برضو هتنشفها. احنا بنقول فكره جديده للرقاق، في نفس الوقت شايفين كريسبي. يا ريت تكونوا سامعين الصوت. ان شاء الله بقى صينيه الرقاق اللي عملناها مع بعض النهارده تكون بسيطه وسهله ليكم، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.